باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. قديسنا النهارده قديس مش معروف قوي، لكن كان راهب جميل جدا، وهو القديس زوسيما. اتولد القديس في فلسطين من اب وام مسيحيين، ولما وصل لسن ال5 سنين راح اخدوا ابوه وامه وسلموه لراهب كبير عشان يعلمه كل الامور المسيحيه. وبعد شويه راح رسمه شماس. ولما كبر قديسنا راح الدير وبقى راهب، وبقى ينمو في الفضيلة نمو مستمر، وكان دايما ملازمات تسابيح لربنا والقراية ليل ونهار حتى وقت شغله. ولما وصل لسن ال35 سنة رسموه الرهبان قسيس، وبقى عنده نسك وزهد وجهاد كبير جدا لربنا أكتر بكتير من الأول. وبعد لما قعد في الدير 13 سنة راح عدو الخير زرع فكرة وحشة جدا في دماغه، إن هو بقى أعلى من الناس في زمانه من ناحية الفضيلة والإيمان. بس ربنا ما سابهوش، وبعت ليه ملاك وقاله انه لازم ينتقل من الدير اللي هو فيه بيروح دير في الأردن. وفعلا راح الدير ده، وهناك قابل شيوخ كتير جدا قديسين وعرف منهم سيرتهم الجميلة، وعرف ساعتها ان هو كان بعيد جدا عن الأفكار اللي جاتله في دماغه. وقعد هناك مع الشيوخ دي، ومن عادة الشيوخ لما يصوموا الصوم الكبير في أول أسبوع في الصيام كانوا يخرجوا ويهللوا بالمزامير، وبالذات المزمور 26 و27. ولما يخلصوا المزامير بينهوها بالصلاة، وبعد لما يباركهم رئيسهم بيروحوا يسيبوا بعض ويفترقوا، وكل واحد بيروح البراري اللي في الأردن والأماكن اللي بالذات راح فيها سيد المسيح بنفسه، اللي صام فيها 40 يوم و40 ليلة. وكان كل واحد فيهم بيجاهد لوحده. وكان القديس زوسيما كل سنة بيخرج معاهم، وكان بيطلب دايما من ربنا ان هو يديه درس في كل مرة يخرج فيها. وفي مرة من ضمن المرات دي اتقابل مع القديسة مريم المصرية، وعرف منها سيرتها وسبب سياحتها، وطلبت منه القديسة مريم إنها نفسها تتناول من الأسرار المقدسة، ووعدها وجالها السنة اللي بعدها وراح ناولها من الأسرار الإلهية. والسنة اللي بعدها راح عشان يفتقدها لقاها اتنيحت وهي ساجدة، فراح صلى عليها ولقى عند راسها مكتوب: يا أبي زوسيما، ادفن هنا جسد مريم البائسة، واترك للتراب جسد الخطية هذا، وصلي من أجلي. وبعدها راح دفنها وراح رجع على ديره، وراح قال لكل الآباء الرهبان على سيرتها المباركة. وكان القديس الأنبا زوسيما بيزور مغارتها كل سنة، وكان عمرها 76 سنة، قضت منها 47 سنة في البرية. وراح حكى قصتها لكل رهبان الدير. وبعد لما عاش 99 سنة اتنيح قدسنا في سلام، وعيده يوم 9 برمودا في 17 إبريل. بركة صلوات القديس زوسيما تكون مع جميعنا أمين. لو أول مرة تسمع سيرة القديس زوسيما ابعتها لكل الناس، خليهم ياخدوا بركة. وتابع صفحتي واستنوني كل يوم بالليل الساعة 8 مع سيرة قديس جديد.